يبرز في الطب اسماء ابن سينا والرازي، فابن سينا طبيب وفيلسوف لقب باسم الشيخ الرئيس، وسماه الغربيون بأمير الأطباء، ويعتبر من خلال أبحاثه وكتاباته مؤسس الطب الحديث. من أشهر كتبه القانون في الطب، وقد ظل ل7 قرون المرجع الرئيسي في كليات الطب، وهو أول من وصف علميا التهاب السحايا وأسباب اليرقان. أما أبو بكر الرازي العالم والطبيب المسلم ألف كتاب الحاوي في الطب، الذي ظل مرجع الطب الأساسي في أوروبا لمدة 400 عام. ومن أهم كتبه تاريخ الطب وكتاب الأدوية المفردة، الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم، وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة. كما كان لكتابه الجامع الكبير شهرته الخاصة، لما سجله فيه الرازي من حالات سريرية عالجها الرازي بنفسه، وقدم فيه تسجيلات مفيدة جدا عن أمراض مختلفة، وقد نشره في 23 مجلدا.